نيجي لتاني حاجة من الجغرافيا، الجغرافيا البشرية. احنا قلنا الجغرافيا الطبيعية بتهتم بالظواهر الطبيعية، يبقى الجغرافيا البشرية هتهتم بالظواهر نهائي. الله ينور عليكم، بالبشرية. ماشي. فروع الجغرافيا البشرية، احنا قلنا على الجغرافيا الطبيعية 6 فروع. الجغرافيا البشرية هنقول 4 فروع. واحد، الجغرافيا الاقتصادية. 2، السكان. طب السكان بيسكنوا، يبقى العمران. طيب ده بيبقى داخل دول، يبقى سياسية. يبقى الجغرافيا الاقتصادية والسياسية، الاقتصادية والسياسية والسكان والعمران، الاقتصادية والسياسية والسكان والعمران. ديت ايه؟ دي فروع الجغرافيا البشرية. بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية اللي هي رقم 1، دراسة الأنشطة الاقتصادية زي الزراعة والصناعة والتجارة والتعدين والطاقة والنقل والرعي، كل الحاجات دي كلها. طيب يعني أي حاجة بتجيب لي فلوس، أي نشاط بيجيب لي شغل فلوس، أي شغلانة. النشاط يعني الشغل. جغرافيا السكان، دراسة خصائص السكان، عندهم كام سنة، ولاد ولا بنات، بيموتوا بدري ولا متأخر، صحتهم حلوة ولا وحشة. يبقى بدرس نموهم وتركيبهم وتوزيعهم وكثافتهم. طبعا احنا قلنا قبل كده الكثافة هي عدد السكان على المساحة، يعني الحتة اللي مفيش فيها سكان يبقى كثافة قليلة، الحتة اللي زحمة يبقى كثافة كبيرة. بعد كده جغرافيا العمران، بتهتم بدراسة العمران الريفي والحضري. يبقى بهتم بالناس اللي في المدينة اللي هم الحضر، والناس اللي في القرية اللي هم الريف على سطح الأرض. وطبعا ده عنده مشكلات وده عنده مشكلات. يعني مثلا الريف هنلاقي فيه مشكلة اللي هو الزواج المبكر، مشكلة اللي هو دايما بيبقى فيه هجرة من الريف، مشكلة الأمية، مشكلة الصرف الصحي، مشكلة المياه النقية. في الحضر المشاكل بتختلف شوية، بنلاقي في الحضر المشاكل اللي هي بتاعة الزحمة، بتاعة التلوث، آه، وهكذا. نيجي للجغرافيا السياسية، هي دراسة الدول كظاهرة سياسية. من حيث ايه؟ ها، لو نفتكر السنة اللي فاتت احنا خدنا نيجيريا، وخدنا الولايات المتحدة، وخدنا البرازيل، وخدنا الهند، وخدنا ألمانيا. كنا بندرس كل دولة خطوط الطول ودوائر العرض، يبقى بناخدها من مقاوماتها الطبيعية. وكنا بندرس كل دولة ايه الشغلانة الحلوة اللي فيها، او الشغلانة اللي بتجيب لها فلوس، او الشغلانة اللي فيها عدد كبير بيشتغل فيها وبتعتبر العمود الفقري للدولة، يبقى الاقتصاد. وكنا بندرس كل دولة فيها سكان قد ايه، وساكنين فين، وسايبين ايه، وحالتهم الاجتماعية عاملة ازاي. يبقى بهتم في الجغرافيا السياسية بدراسة الناحية الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، وبهتم بحدود الدولة السياسية والمشاكل والعلاقات بينها وبين جيرانها اللي هي العلاقات الدولية. ماشي. يبقى مقوماتها الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والحدود السياسية والمشاكل والعلاقات الدولية. يبقى المقومات الطبيعية الاقتصادية الاجتماعية والحدود السياسية والمشاكل والعلاقات الدولية. فروع أخرى للجغرافيا، فروع أخرى للجغرافيا. ماشي. بص يا سيدي، الجغرافيا الإقليمية والجغرافيا التاريخية. يعني إيه جغرافيا إقليمية؟ آه، أنا دلوقتي درست قارة إفريقيا، جميل. وبعدين درست بقى مصر. مصر دي بقى اسمها إيه؟ إقليم. طب دمياط الجديدة أو دمياط شغالة فين؟ في الخشب، يبقى ده إقليم. لو نفتكر زمان خدنا الإقليم هي منطقة متشابهة، منطقة متشابهة متصلة أو منفصلة. يبقى الجغرافيا الإقليمية تقسيم العالم والقارات إلى أقاليم. الأقاليم دي بقى ممكن تكون متصلة أو منفصلة، أقاليم مناخية، أقاليم نباتية، أقاليم صناعية،
أقاليم زراعية وهكذا. عندي نوع تاني، الجغرافيا التاريخية، وهو دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية في الماضي، معتمدة على أدوات مثل الخرائط القديمة زي كتاب الرحالة، كتبات الرحالة والوثائق التاريخية. ماشي ماشي. يعني مثلا أنا لما أتكلم عن نظرية فيجنر دي جغرافيا تاريخية. لما أتكلم عن بحر مش عارف إيه اللي طغى فين وعمل إيه وكذا، يبقى أنا بتكلم عن الجغرافيا على مر التاريخ. لما بتكلم على جبل كذا اللي كان علو كذا وطار منه جزء كذا وبقى الوقت النهارده كذا، يبقى انا كده بدرس الجغرافيا على مر التاريخ. ماشي. طيب ايه اللي قال لي ان هي من كام سنه كانت عامله كده وبعد كام سنه بقت عامله كده؟ كتابات الناس اللي كانت موجوده، يبقى كتابات الرحال. او وثيقه تاريخيه، يبقى الوثائق التاريخيه وكتابات الرحاله بتساعدني في ايه؟ في معرفه الجغرافيا التاريخية، اللي هي الظواهر الطبيعية والبشرية على مر العصور المختلفة. جميل. فروع تانية للجغرافيا، عندي حاجة اسمها الجغرافيا الطبية، ويمكن دي أول مرة نسمع فيها عن الجغرافيا الطبية. لكن الجغرافيا الطبية دي على فكرة مادة بتدرس في الكلية، سواء في آداب أو في تربية، اللي هيدخل فيكم إن شاء الله قسم جغرافيا. الجغرافيا الطبية نظرا لما يواجهه المجتمع من تغيرات تكنولوجية وثورة معرفية، هنلاقي الجغرافيا الطبية بتوزع الأمراض وانتشارها والتحاليل المكاني لمصادر الخدمات الطبية أو الصحية، ودراسة العوامل اللي بتأثر بالسلب والإيجاب على صحة الإنسان. يعني عندي مثلا في أفريقيا حاجة اسمها ذبابة التستيسي، الذبابة ديت بتسبب مرض النوم. ماشي. يبقى أنا درست الذبابة ديت موجودة فين، ودرست الذبابة ديت بتسبب إيه، وادرس في كام مستشفى، وادرس العلاج بتاعها عامل ازاي. يبقى انا درست المرض من خلال اماكن معينه. عشان اعرف الاماكن ديت انا محتاج خريطه، يبقى ده صميم في الجغرافيا. يبقى الطب كان هنا محتاج ايه؟ للجغرافيا. واعرف المكان ده هو حار عشان ايه؟ عشان في خط الاستواء. المكان ده هو بارد، المكان ده هو مرتفع يبقى اقل حراره، المكان ده هو منخفض يبقى اكثر حراره، المكان ده هو فيه مستنقعات وامراض وحشرات، المكان دوت فيه زراعه فيه هواء نقي، المكان دوت فيه مصانع فيه تلوث، المكان دوت فيه مستشفيات فيه خدمه صحيه. يبقى الجغرافيا الطبيه بعرف منها توزيع الامراض وانتشارها. يعني مثلا انا عندي دمياط من اكتر البلاد اللي فيها فشل كلوي. ليه؟ لان دمياط اخر بلاد نهر النيل، نهر النيل كله بيرمي زبالته في دمياط، واخر حته دمياط، فكل الميه اللي احنا بنشربها كده. يبقى انا عن طريق عرفت نهر النيل وعرفت ان ده اخره وعرفت ان دولت عندهم فشل كلوي، يبقى انا ربطت ده بنهر. النهر ده طبعا ظاهره جغرافيه، وعرفت حدود النهر اوله واخره. يبقى العلاج ايه؟ العلاج ان يبقى فيه حفاظ على النهر. عشان كده دايما بنشوف حملات التوعيه اللي هي بيقول لك حافظ على مياه نهر النيل، والنيل مسؤوليتك، والكلام اللي احنا بنشوفه على طول في التلفزيون. نيجي لجغرافيا الجريمه. جغرافيا الجريمه وهي بتدرس العلاقه بين المكان وافعال المجرمين واسباب حدوث الجريمه، وربط الجريمه بالعوامل الاقتصاديه والاجتماعيه لكل اقليم. يعني دايما يقول لك ان الاحياء الفقيره بتبقى اكتر جريمه، لان بيبقى عندهم حرمان، وتبقى وقر للمخدرات ووقر للافعال المشبوهه. اذا من خلال الخريطه ممكن اوضح الاحياء الفقيره، وممكن احط ايدي على الاماكن اللي فيها جرائم كتير. يبقى انا احتجت الجغرافيا عشان تساعدني في موضوع الجريمه. يبقى انا عندي دلوقتي الجغرافيا الطبيه بعرف منها توزيع الامراض وانتشارها فين، وادرس العوامل اللي بتاثر على انتشار الامراض او انخفاض الامراض، اللي هو السلب او الايجاب على صحه الانسان. جغرافيا الجريمه بدرس العلاقه بين المكان وافعال المجرمين
فاكرين لما كنا بنتكلم عن الجغرافيا الاقتصاديه والجغرافيا الاجتماعيه؟ هنا بقى اهو بستفيد بقى منها. بستفيد منها ازاي؟ ايه المكان اللي فيه مجرمين كتير؟ طب المكان ده ظروفه الاقتصاديه عامله ازاي؟ طب المكان ده ظروفه الاجتماعيه عامله ازاي؟ وهكذا. خامسا، الاتجاهات الحديثه في فروع الجغرافيا. عندي حاجه اسمها الجغرافيا التطبيقيه، وديت بوظف المعرفة الجغرافية في خدمة المجتمع، وبساهم في حل المشكلات اللي بيعاني منها المجتمع، واللي بترتبط بالتخطيط والتنمية وتقييم المشروعات. يبقى أنا اللي أدرسه أطبقه، ما يبقاش الجغرافيا في ناحية والمجتمع في ناحية، لا، أشوف أنا عرفت إيه في الجغرافيا وأوظف اللي أنا عرفته. يبقى توظيف المعرفة الجغرافية أوظفه في خدمة مين؟ المجتمع، واساهم في حل مشكلات المجتمع اللي بترتبط بالتخطيط عشان انمي المجتمع، وعشان اقيم المشروعات واعدل فيها. اعدل فيها كويس، اخليه يبقى احسن واحسن، والضعيف اطور منه. يبقى انا عندي الجغرافيا التطبيقية هي قمة، او هي الثمرة. هي الثمرة ازاي؟ هي بقى اللي بتقول لي بقى انت هنا عندك حر، خد تكييف. انت هنا عندك جوع، ازرع كذا. انت هنا محتاج هدوم، اعمل مصنع كذا. انت هنا عندك نهر، استغله بالطريقة الفلانية. انت هنا عندك صحراء، لا، طلع منها معادن عشان لو زرعتها مش هتطلع منها محصول. يبقى انا بوظف المعلومات اللي انا عرفتها في الجغرافيا عشان اخدم المجتمع. يبقى هي ديت قمة الاستفادة، ان انا اجي على المكان دهوت واقول لك احسن حاجة تعملها في المكان دهوت مصنع، احسن حاجة تعملها في المكان دهوت منجم، احسن حاجة تعملها في المكان دهوت انك تزرعه، احسن حاجة انك تعملها في المكان دهوت انك تسيبه غابة تطلع منها اشجار، احسن حاجة في المكان دهوت انك تخليها محمية طبيعية، وهكذا. سادسا، مصادر جمع المعلومات الجغرافية. انا بجمع معلوماتي منين؟ الكتب، الموسوعات، المعاجم، القاموس الجغرافي، الأطلس، الصور الجوية، جوجل ايرث وجي بي سي، جي بي اس والحاجات دي كلها، المرئيات، فيديوهات أو غيره. طبعا عندنا دلوقتي بقى التابلت بقى واللاب والكمبيوتر والفون والآيفون، الدراسة الميدانية، وأخيرا البوب الكبير بقى، الإنترنت. بالطريقة ديت يبقى احنا كده بصينا على الدرس بتاعنا نظرة شاملة. أهم حاجة من أول يوم مذاكرة يوم بيوم، يوم بيوم. ما قلناش النهارده محتاجين إن حد يقول لنا ذاكر. احنا بقينا ناس كبار وعارفين مصلحتنا. اللي داخل ثانوي داخل عشان ينافس وعشان يجيب مجموع، مش داخل عشان يلعب. مفيش حاجة اسمها سنة أولى أتدلع وسنة تانية وتالتة أبقى شد. اللي بيشد بيشد من أول يوم. اللي بيحجز مكان بيدافع عنه. لو انت طلعت من الأوائل مرة مش هتسيب مكانك بعد كده. واتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح والتقدم. مع تحياتي الأستاذ عماد حمدي خليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.